ناشکی و دانایی فوق زمان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند برده تاکبی آلا کردن جند برده تاکبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند برده تاکبی آلا کردن جند برده تاکبی آلا کردن هم خوردن مریا و کی مصرفین دیلیمان و قادیمان هر اجتماع دیلیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند برده تاکبی آلا کردن جند برده تاکبی آلا کردن راوی کرد را گوی سرفی و شیران بابقی نشین بکن تاجی جیهان بابقی نشین بکن تاجی جیهان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جندن جند برده تاکبی آلا کردن جند برده تاکبی آلا کردن خوردنون هر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا الو مساء الخير. أبو ماني سامع صوتي؟ أبو ماني؟ الو الو أبو ماني؟ الو أبو ماني؟ الو الو أبو ماني؟ الو الو سليمان انت على الهواء سليمان تفضل. أبو ماني ماني شايف شيء نهائيا، بس صورتي طالعة هلا، بس ما عم نشوف هذا الشيء. بلا انت على الهواء تفضل. تمام. مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم مشاهدي بيف تي في الأكارم، وأهلا بكم في هذا اللقاء الخاص مع الشخصية السياسية والثقافية الكردستانية الخاصة. إنه الدكتور كاوا محمود، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني ووزير الثقافة الكردستاني السابق، واللقاء المميز الخاص حول القضية الكردية والشرق الأوسط الجديد. وهل سنرى في هذه الخارطة الجديدة للمنطقة ولادة دولة كردستان الحرة المستقلة؟ ذلك ما سنبحثه وغيرها من القضايا السياسية والثقافية الكردستانية مع ضيفنا الكريم الدكتور كاوا محمود. أهلا وسهلا بكم ونورت شاشة بيف تي في دكتور كاوا. شكرا جزيلا، ومساء الخير لك ولجميع الحاضرين في هذه الندوة. شكرا جزيلا. كل الشكر لك دكتور. باسمك واسم كل مشاهدي بيف تي في لابد أن أشكر الأستاذ عبد الباقي حسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في إخراج هذه الحلقة من برنامجنا. دكتور كاوا، يتردد وبقوة منذ العقود الثلاثة الأخيرة مصطلح الشرق الأوسط الجديد أو الكبير أو المفيد،
ودون الإشارة لحقوق شعب يتجاوز 60 مليون نسمة في تقرير مصيره بنفسه، وهو الشعب الكردي الوحيد بالعالم الذي يعيش على أرضه التاريخية وليس له دولة لليوم. سؤالي: هل عدم وجود دولتنا يعود لنا لأزماتنا الكردية أم للتآمر الدولي؟ وهل سنشهد خارطة كردستان بالشرق الأوسط الجديد؟ نعم، شكرا جزيلا. أولا، مصطلح الشرق الأوسط هناك إشكالية كبيرة في طرح المصطلح، وخاصة من قبل جهات مختلفة. فالتيارات القومية العربية في المنطقة لديها تحفظ حول مصطلح الشرق الأوسط الجديد، ويعتبرون مسألة الشرق الأوسط الجديد أو هذا المصطلح هي مؤامرة أمريكية أو مؤامرة صهيونية أو إسرائيلية لغرض المزيد من تفتيت المنطقة أو لتوحيد المنطقة بشكل أو آخر يناسب التوجهات الأمريكية في المنطقة. وهناك أيضا توجه آخر حول مصطلح الشرق الأوسط الجديد، وهذا ما يتعلق بتوجهاتنا نحن. فنحن عندما نتحدث عن شرق أوسط جديد لا نقصد تصورات الولايات المتحدة الأمريكية وتصورات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لخريطة الشرق الأوسط أو لمستقبل الشرق الأوسط، كما لا نتعكز أيضا على التصورات المطروحة من قبل التيارات القومية العربية وحول اعتبار ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد بكون ذلك قضية مؤامرة. نحن نتطلع إلى شرق أوسط جديد مبني على الإرادة الحرة للشعوب الشرق الأوسط، لشعوب المنطقة. وهذه الإرادة الحرة كانت مفقودة منذ بداية تشكيل الدولة أو ما يسمى بالدولة الوطنية أو الدولة القومية في هذه المنطقة. تاريخيا تأسست الدولة في هذه المنطقة بعد جملة من التغييرات بعد الحرب العالمية الأولى، معاهدة سايكس-بيكو، سيفر، لوزان وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات في هذه المنطقة على أساس عقلية الدولة المستوردة. فنحن في هذه المنطقة، شعوب هذه المنطقة لم يكن لديها خيار أساسي في تكوين الدولة الوطنية. الدولة الوطنية في تجربة المركزانية الأوروبية نشأت من خلال تطور تاريخي، ولكن الدولة في هذه المنطقة كانت نتيجة اتفاقيات الحلفاء الذين انتصروا في الحرب العالمية الأولى، وبالتالي هناك غياب واضح لإرادة شعوب المنطقة في تكوين دولة بهذه المنطقة. فنحن إذا نتحدث عن الشرق الأوسط جديد نتحدث عن تهيئة ظروف ملائمة ومناسبة لكي يكون هناك سلام في هذه المنطقة، ولكي تكون هناك تنمية في هذه المنطقة، ولتكون هذه المنطقة، خيرات هذه المنطقة ملكا لشعوبها. وإذا نتحدث عن الشرق الأوسط الجديد نتحدث من خلال تحقيق حق تقرير المصير لشعوب المنطقة، بما في ذلك حق شعبنا الكردستاني في تحقيق مصيره وبناء دولته الوطنية. ومن ذلك من هذا المنطلق نحن إذا نتحدث عن هذه القضية نتحدث عن قضية كردستان. فقضية كردستان هي ليست قضية حقوق قومية وحقوق إدارية، هي قضية وطنية. فالمجتمع الكردستاني المتجزأ أو الوطن الكردستاني المتجزأ بحاجة إلى تكييف
آخر قانوني لهذه القضية العادلة لشعبنا، بحيث نتحدث عن قضية وطنية كردستانية، وهذه القضية تتعلق بوطن اسمه كردستان. ما يتعلق بأنه هل نشهد تكوين دولة وطنية كردستانية، هذه القضية هي قضية نضالية، وهذه القضية النضالية هي في تطور مستمر. هذه القضية فمثلا في كردستان الجنوبية بدأت بالمطالبة بحقوق إدارية، بحقوق قومية، تحدثوا عن قضية الحكم الذاتي، حقوق ثقافية، حكم ذاتي حقيقي، وصولا إلى الفيدرالية. وأيضا أثبتت التجربة التاريخية منذ سقوط النظام في 2003 بأن تجربة الفيدرالية أيضا لا تحل القضية الوطنية الكردستانية في كردستان الجنوبية في إطار هذه الدولة العراقية. فالعملية السياسية التي بدأت في كردستان الجنوبية على أساس الديمقراطية التوافقية وعلى أساس التوازن والتشارك والتوافق، هذه العملية من خلال أكثر من 2003 إلى الآن حوالي 20 سنة، هذه العملية دخل في نفق مظلم، نفق ليس له مخرج. ولهذا نشهد بشكل دائم الإشكاليات الموجودة بين إقليم كردستان وبين الحكومة المركزية، وهي حقا حكومة مركزية، هي ليست حكومة فيدرالية. ونشهد أيضا بشكل مستمر خرق الدستور من قبل الحكومة المركزية. وعندما أتحدث عن هذا الموضوع ليس القصد بأن نضع الغطاء على هفواتنا من قبل أطراف الحركة الكردستانية في كردستان الجنوبية. نحن بحاجة أيضا إلى تقييم المرحلة السابقة بوجه النظر انتقادية، ونصل إلى حالة جدوى المواصلة في عملية سياسية فاشلة في العراق. وطبعا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار بأن هذه العملية السياسية التي تجري في العراق وتؤثر على القضية الكردستانية في كردستان الجنوبية ليس بمعزل عن كافة التطورات في المنطقة. فهناك أقطاب إقليمية، إيران قطب إقليمي، وأيضا تركيا، أيضا دولة تركيا قطب إقليمي. وهذه الأقطاب الإقليمية والمنطقة عموما أصبحت هذه المنطقة ميدانا للصراع بين قوى دولية وقوى إقليمية. فإذا كردستان ليست جزيرة معزولة عن العالم، فتتأثر بكافة التغيرات التي تجري في هذه المنطقة. ولكن عموما، هل ممكن بناء سلام عادل بالشرق الأوسط بدون حل القضية الكردستانية؟ أعتقد جازما أقول بأنه لا يمكن بناء سلام عادل بتحقيق تنمية في هذه المنطقة، تحقيق السلم والاستقرار وتعايش الشعوب بدون حل القضية الكردستانية حلا ديمقراطيا سلميا عادلا على أساس الاعتراف بحق تقرير مصير الشعب الكردستاني في كافة أجزائه، كافة أجزاء وطنه. تمام دكتور كاوا، إقليم كردستان العراق أجرت استفتاء منذ أكثر من 5 سنوات وحاربه العالم كله، رغم أنها كانت خطوة دستورية. يعني الاستفتاء كان خطوة دستورية وشكلت أملا كردستانيا كبرى لكل شعوب الكردستان في الأجزاء الأربعة، الاستفتاء لتكون نواة لوطننا الكبير. ما مصير الاستفتاء، وخاصة الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سقوط نظام صدام المقبور تزداد تعنتا، الحكومات العراقية تزداد تعنتا
في منح إقليم كردستان كافة استحقاقاته المالية والدستورية. هل هذا يؤكد أنه النظام الفيدرالي فشل ولا بد أن يتم تطبيق الاستفتاء؟ وهل الظروف هل سنكون نحن الكرد قادرين على تنفيذ الاستفتاء بالوضع الراهن، وخاصة الشرق الأوسط الجديد على الأبواب؟ نعم، سبق أن أشرت في البداية بأن الحل الفيدرالي ومنذ مرور 20 سنة على تبني هذا الحل ودخول الجانب الكردستاني في عملية سياسية كانت مبنية على أساس التوازن والتوافق والشراكة، بأن هذه العملية الآن هي عملية فاشلة. وهذه العملية الفاشلة هي ليست لا نتحدث عن فشل هذه العملية في 2003. فعندما توجه الشعب الكردستاني إلى قضية الاستفتاء في 2017 كان جزء من التوجه لإقامة نوع من الاستقرار الدائم، أي ديمومة الاستقرار، وبناء علاقات جديدة بين الشعب الكردستاني والشعب العربي في العراق، بأن نكون الشعب الكردستاني جارة للشعب العربي في العراق. ولكن كديدا كافة الحكومات التي تشكلت في العراق منذ بداية تشكيل الدولة العراقية، هذه الحكومات ولن تتعامل بشكل ديمقراطي بشكل مدني مع حقوق الشعب الكردستاني. وبالتالي الآن قضية الاستفتاء حاز على أغلبية أصوات الشعب الكردستاني، وكان الاستفتاء بمثابة إعلان عام بأن الشعب الكردستاني في كردستان الجنوبية يريد أن يكون له دولته الوطنية الديمقراطية المستقلة. وكما تعرف الظروف التي عاقبت الاستفتاء والتدخل الإيراني العسكري ودعمه للميليشيات الحشد الشعبي وموقف الحكومة العراقية، وأيضا موقف الحكومة التركية. وأيضا يجب أن لا ننسى الموقف المعادي للحكومة البريطانية، وأيضا الموقف السيء للأمريكان حول هذه القضية. حاولوا إجهاض هذه العملية. هذه العملية هي عملية باقية. كيف أقول باقية؟ لأن الشعب الكردستاني صوت لقضية الاستفتاء، ولذا لا يتجرأ أي حزب سياسي أو أي جهة سياسية أن يتنازل عن قضية الاستفتاء وأن يقول بأن الاستفتاء وكأنه لم يحصل. فالاستفتاء حصل، والاستفتاء نحن نرى بأن الاستفتاء محطة نضالية، ولكن هذه المحطة النضالية لم تكتمل، غير أن النضال الشعب الكردستاني لتحقيق حق تقرير المصير نضال متواصل. وتزامن قضية الاستفتاء في كردستان مع استفتاء الشعب الكتالوني في إسبانيا، وشاهدنا كيف بأن الحكومة الإسبانية التي هي الدولة الإسبانية عضو في الاتحاد الأوروبي وتتحدث عن الديمقراطية وعن الليبرالية والحقوق وغيرها، كيف أجهضوا أيضا تطلعات الشعب الكتالوني في الاستقلال. ولكن هل بأن الاستقلال هو التوجه نحو حق تقرير المصير انتهى في كتالونيا؟ هذا التوجه موجود أيضا في اسكتلندا أيضا وفي غيرها من الشعوب في الدول أو الأقاليم أو الشعوب المناضلة من أجل الحقوق العادلة. فإذا الاستفتاء محطة نضالية، ولكن
هذا النضال لم ينتهي، هذا النضال سيتواصل بأشكال مختلفة، والتطلعات لتحقيق حق تقرير المصير لا يتعلق بوجود أجندة خارجية، بأن هذه الأجندة الخارجية ستقدم لنا حق تقرير المصير والدولة على طبق من ذهب. النظام من أجل تحقيق الدولة الوطنية الكردستانية يجب أن يتركز على تطوير القوى المحركة داخل الشعب الكردستاني، فالقضية هي قضية داخلية كردستانية، ومن الضروري أن نسعى إلى إيجاد أصدقاء حقيقيين لهذه القضية، ولكن الأساس هو أن يجب أن لا نعتمد على الآخرين. فتحقيق الدولة لا يتحقق، أو أن الدولة الوطنية الكردستانية لا تتحقق من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو غيرها، أو حتى الحديث عن شرق أوسط جديد حسب مفهومهم. الشرق الأوسط الجديد كما قلت حسب مفهومنا هو شرق أوسط مبني على الإرادة الحرة لشعوب المنطقة. دكتور، يعني أنت ذكرت أن أمريكا وبريطانيا وتركيا كل حاربوا الاستفتاء وسيحاربونه بالمستقبل، وفي نفس الوقت نحن وضعنا الداخلي الكردستاني غير مريح. هناك حتى أحزاب حاولت، لا أريد أن أسميها، حاولت أن تتبرأ من الاستفتاء، ورغم أنه هي وافقت وأدلت به. هناك أحزاب كردستانية للأسف يعني وضعها مو مريح للاستفتاء. فكيف توافق، يعني كيف بدنا نتوافق داخليا، وكيف بدنا نجعل الآخرين يقبلوا بحقوقنا؟ أعتقد المطلوب تفعيل العامل الداخلي، وتفعيل العامل الداخلي يتطلب أن يكون هناك توجهات سياسية وتوجهات اقتصادية وتوجهات اجتماعية وثقافية. جزء من هذه التوجهات السياسية يجب أن نسعى في هذه المرحلة إلى أن يكون هناك دستور لإقليم كردستان، ويجب أن نسعى إلى بناء دولة المؤسسات وليس تقسيم الإدارة على أساس مناطق النفوذ الحزبي. يجب أن نسعى من خلال الجماهير لتوحيد قوى البيشمركة وقوى الأمن الداخلي، وأيضا بناء مؤسسات قضائية مستقلة، ومراجعة السياسة الاقتصادية لتجاوز الاقتصاد الريعي، وأيضا تجاوز الخصخصة المفرطة، وأيضا ما يتعلق بالجانب الثقافي كيف ننمي التربية المدنية ونسعى إلى بناء مفهوم المواطنة الكردستانية الفاعلة. فإذا كل هذه الأمور يتعلق بالجانب الداخلي، يتعلق بتفعيل العامل الداخلي. بدون تفعيل العامل الداخلي لا يمكن الحديث عن إقامة مستلزمات بناء دولة. عندما يكون العامل كيف بدنا نفعلها دكتور؟ كيف في ظل هذه المشاكل كيف بدنا نفعلها؟ نعم، فإذا ليس هناك بديل من النضال من خلال الجماهير، النضال اليومي من خلال الجماهير، ومن خلال طرح البدائل، ومن خلال طرح برنامج آخر. هذا هو البديل النضالي. فالبديل النضالي الداخلي هو ليس بديل انقلابي، ليس لدينا أو ليس هناك توجهات للانقلاب على هذه السلطة أو سلطة أخرى أو حزب آخر. التوجه الأساسي تفعيل النضال الجماهيري اليومي دفاعا عن مصالح الشعب وإقناع الجماهير من خلال كافة أشكال النضال للدفاع عن قضاياها الحيوية المتعلقة بحياته اليومية. ومن خلال هذا التوجه يمكن أن نفعل العامل الداخلي ونبني إقليما كردستانيا موحدا وقويا، ونتجه أيضا بخطوات حثيثة نحو حق تقرير المصير. دكتور، هذا الإقليم إذا صار دولة
إذا تحولت إلى دولة ما تأثيرها وامتدادها للأجزاء الكردستانية الأخرى؟ غالبية القوى والشعب الكردستاني يقول إنها النواة لدولة كردستان الكبرى. هل توافقون الرأي؟ القضية الأساسية يجب أن المدخل إلى هذه القضية يكمن في موقف دول الجوار من إقليم كردستان. دول الجوار في الحالي دول معادية لتجربة إقليم كردستان، لأنها تدرك بشكل واضح بأن بناء إقليم كردستان ووجود إقليم كردستان قوي مبني على إرادة الشعب الكردستاني وقواه الوطنية والتقدمية سيكون عاملا لنشاط القوى الكردستانية والحركة الوطنية الكردستانية التحررية في أجزاء كردستان الأخرى. وهذا المنطلق هو السبب الرئيسي لمعاداة إقليم كردستان ولمعاداة هذه التجربة. وبالتالي نحن نرى بأن الحركة التحررية الوطنية الكردستانية في الأقاليم الأربعة، في رجعاوة وفي باكور وفي رجهلات وأيضا في باشور، بأن هذه الحركة في كل جزء لها خصوصيات. ونحن في الحزب الشيوعي الكردستاني دائما نؤكد على احترام خصوصيات هذه الحركة في كل جزء من هذه الأجزاء دون التدخل. فمثلا نحن عندما تحدثنا عن الوضع في رجعاوة مثلا، أتحدث عن هذا الموضوع على سبيل المثال، ذكرت بشكل واضح بأن القرار السياسي لرجعاوة للحركة التحررية في رجعاوة يجب أن يرجع إلى الأطراف الوطنية الكردستانية في رجعاوة. يجب أن لا يكون هناك قرار مسبق آت من قنديل أو من بيرمان. يجب أن نحافظ على القرار الوطني الكردستاني في كل جزء من أجزاء كردستان. ومن هذا المنطلق نحن دائما نرى بأن أي جزء يجب أن يدعم أو يتضامن مع الجزء الآخر، ولكن بدون أن يتخذ القرار للجزء الآخر. الجانب الآخر بأنه كل انتصار لطرف من أطراف هذه الحركة في أي جزء من كردستان هو بالنتيجة انتصار للشعب الكردستاني في وحركته التحررية الوطنية. دكتور، بصدد رجعاوة يعني كان لي سؤال، ولكن الآن سأسألك أنه هناك يعني الاتحاد الوطني PYD ترفض الدولة الكردية، حاربت الريفراندوم الاستفتاء وتقول نحن أمة ديمقراطية وأخوة الشعوب، يعني ما له علاقة شيء بالكردياتي. فهل يبنى الآمال على مشروعهم برأيك؟ أولا يجب أن ننظر بشكل واقعي في الأوضاع في رجعاوة. عندما تدخل من جانب باشور إلى جانب رجعاوة تجد حالة معقدة جدا. جزء من هذه الحالة المعقدة من جهة تمشي قليلا تجد مثلا قوات أمريكية، تمشي إلى حد معين تجد قوات روسية، تدخل إلى قامشلو تجد داخل هناك مربع أمني للنظام نظام أسد في قامشلو، تدخل في قامشلو تجد هناك أيضا مقرات لأحزاب متنوعة. فمن الضروري أن نتعامل مع هذا الوضع في التنوع الموجود. نحن نرى بأنه في الحزب الشيوعي الكردستاني عندما نتحدث عن قضية الحركة التحررية الوطنية الكردستانية والنضال الوطني، نحن نرى بأن تحقيق هذا النضال الوطني لا يتحقق من خلال مفهوم الشعوب الديمقراطية. ونرى أيضا بأن البديل هو حق تقرير المصير. وأيضا نرى أيضا بأن الملتي كولتور أو التعددية الثقافية ما يسمى بالملتي كولتور الليبرالي أيضا لا يعالج قضية الشعب الكردستاني. فإذا
عندما نتعامل مع قضية الشعوب الديمقراطية في المنطقة، نحن نتعامل مع المفهوم الفكري لهذا التوجه. هذا المفهوم الفكري، هذا التوجه، نحن لا نتفق مع هذا المفهوم الفكري، ولكن في الأخير هذه القضية مطروحة للجهات السياسية والاستجابة السياسي في روجاوا. بوجهة نظرنا بأن الحل الأساسي للقضايا الوطنية لكردستان، هذا الحل الأساسي يكون في تقرير المصير، بما في ذلك الانفصال عن هذه الدول، والانفصال ليس عيبا. فالكثير أيضا حتى في كردستان الجنوبية عندما نتحدث عن حق تقرير المصير يقول نحن لا نريد أن ننفصل، وكان الانفصال عيب. نحن نريد سواء قلنا انفصال أو استقلال أو أي شيء، نحن نريد بأن الشعب الكردستاني له الحق في حق تقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة، ولكن هذا الحق متروك لهذا الشعب وقواه المناضلة حسب الظروف الموجودة. لا نريد القفز على الظروف الموجودة، وهناك ظروف مختلفة. الظروف في روجاوا هو ليس الظروف في روجارات، والأهداف السياسية أو الشعارات السياسية المطروحة قد تختلف بين هذا وذاك، ولكن في الحل النهائي أو الحل الأساسي. فمثلا في كردستان الجنوبية في باشور مثلا طرح الحكم الذاتي مثلا، وطرح بعد ذلك الحكم الذاتي الحقيقي، وطرح الفيدرالية، والآن هناك أيضا جهات سياسية كردستانية في باشور يتحدثون عن الخيار الفيدرالي. ولكن نحن نرى بأن الحل الأساسي أو الحل الجذري يكمن في حق تقرير المصير. وقد يكون هناك مثلا في رجلات، قد يكون هناك أيضا جهات سياسية يطرحون الفيدرالية، وفي روجاوا هناك طروحات متعددة وقد تكون متباينة، وقد تكون هذه الطروحات المتعددة المتباينة تتعلق بظرف ملموس، ولكن نحن نتحدث عن الحل الجذري. الحل الجذري يكمن في حق تقرير المصير. دكتور، في روجاوا في مشروعين الآن لا ثالث لهما. مشروع اللي هو مجلس الوطني الكردي السوري اللي متمسك بالنهج أو المدرسة البارزانية، يقولون يدعو إلى تأكيد الحقوق القومية دستوريا في سوريا، ويعتبر أن الفيدرالية هي الحد الأدنى لحقوق الشعب الكردي في سوريا. بينما المشروع الآخر مشروع الإدارة الذاتية، أخوة الشعوب عابرين للقارات يحاربون الفكر القومي، يتصدون لكل ويعتبرون كل من يتحدث عن القومية هو يخون القومية بذاتها. هذا هو فكرهم. كيف بده يكون في هناك عوامل توافق؟ أستاذ سليمان، أنا أقصد أن ليس الهدف من مشاركتي في هذه الندوة بأن تكون لا، أنت شخصية سياسية، عفوا دكتور، أنت شخصية سياسية محترمة في روجاوا، كل يحبك. اسمعني، ليس الهدف من مشاركتي في هذه الندوة بأن أتبنى موقف الجهة السياسية على حساب جهة سياسية أخرى. فهذه القضية متروكة للشعب الكردستاني وقواه السياسية في روجاوا. أي أولا. الجانب الثاني، أكدت بأنه من الضروري أن يكون القرار السياسي في روجاوا قرارا مستقلا، وأن لا تأتي القرارات من صلاح الدين ومن أي مدرسة، سواء كانت مدرسة برزانية أو غير مدرسة أبو أو غيرها. يجب وأن لا تأتي هذه القرارات من بيرما ولا تأتي من قنديل، وقلت هذا بشكل واضح. والخيار أيضا متروك للشعب الكردستاني في روجاوا. ولكن السؤال، في ظل هذا الوضع الموجود في روجاوا، وفي ظل وجود احتلال تركي، وفي ظل وجود هجمات من قبل النظام، وفي ظل أيضا هضم الحقوق من جانب النظام الاستبدادي، ووجود قوات أمريكية وروسية وميليشيا الحشد العراقي وتدخل الإيراني وحزب الله في هذا الوضع،
والقضية السورية كلها دولت. فما المطلوب؟ هل المطلوب في الوقت الحاضر بشكل آني أن تدخل أطراف الحركة الكردستانية بمختلف اتجاهاتها وتوجهاتها في هذه، أو تبرز هذه الخلافات، وأن تعتبر هذه الخلافات هي الخلافات العميقة، أو تبحث عن مستلزمات للتواصل لإيجاد برنامج الحد الأدنى المشترك؟ فإذا أنا برأيي بأن يجب أن تكون الجهود كيفية إيجاد برنامج الحل الأدنى المشترك. هذه هي القضية الأساسية. وأعتقد مثلا سابقا جرى اتفاق دهوك، فاتفاق دهوك كان مثلا جزء من هذا الحل المشترك. فإذا من الضروري أن تكون الجهات الكردستانية أن لا تبحث عن حلول خارج إرادتها. وأنا قلت يجب أن لا تنتظر أن تتدخل فرنسا لتقارب الجهات، لكي تكون الجهات الكردستانية متقاربة. وحتى في باشور أنا قلت بشكل واضح يجب أن لا تنتظروا بأن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتبعث ماكور لكي يقول اتفقوا البارتي واليكتي، الاتحاد والديمقراطية يجب أن تتفقوا. يجب أن تكون هناك الشعور بالمسؤولية، سواء في روجاوا وسواء في باكور وسواء في باشور أو روجالات، على ما موجود في الواقع الآن. مثلا أنا أتحدث عن شكل نموذج معين. في 2023 هناك انتخابات في تركيا. الدولة التركية والحكومة التركية من خلال السلطة والمعارضة التركية لا تريد أن تجتمع، حتى أن تجتمع بهدفها أو بالأطراف الأخرى بالجانب الكردستاني في تركيا. فهل من المعقول أن تدخل هذه الجهات في نزاعات وفي نقاشات في هذه القضية؟ إذن هناك قضايا ملموسة. هذه القضايا الملموسة تتطلب توحيد الجهود، تتطلب النقاش الداخلي بدون خطوط حمراء، وتتطلب إيجاد قضايا مشتركة والاتفاق على هذه القضايا المشتركة. وبغير هذا الطريق ستكون الجهود تضيع الجهود. تمام دكتور، طبعا غرضي من ذاك السؤال تحديدا كان لما يعني للدكتور كاوا وللحزب الشيوعي الكردستاني تأثير على غالبية المثقفين والسياسيين الكرد في سوريا ولهم مصداقية، فلذلك أنت شخصية معتبرة جدا عنا، فلذلك كان رأيك مهم جدا يعني من هالسؤال. هذا قصدي. لا عفوا، أنا يعني ليس عندي ملاحظة على سؤالك، فأنت حر في طرح الأسئلة، ولكن كنت أريد أبين الموقف ما يتعلق بموقفنا، وهذا الموقف هو ليس بموقف كافي. نحن تحدثنا مع كافة الأطراف بهذه الوجهة. دكتور كاوا، طالما نتحدث مع قيادي شيوعي السكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني، هناك دعايات كثيرة وخاصة بعد سقوط التجربة السوفيتية بأن الشيوعية سقطت لأنها لا تؤمن بالحقوق القومية، للشعوب. هل ذلك صحيح؟ وما دور حزبكم ونضاله لأجل تحرير كردستان وإقامة دولتنا الحرة المستقلة؟ نعم. أولا انهارت التجربة السوفيتية في بناء الاشتراكية، ولكن نحن نتحدث عن اشتراكية كبديل وفكر وممارسة للنظام الرأسمالي. هذا أولا. وهناك تجارب أخرى أيضا، من ضمنها التجربة الصينية التي تحكم 1 مليار وأكثر من 400 مليون شخص. ما يتعلق بقضية الموقف الاشتراكية من الحقوق القومية، أنا أذكر لك حادثة. كان هناك اللقاء بيني وبين القنصل الروسي
بعد المعارك أو بعد الحرب الموجودة في أوكرانيا، روسيا وناتو وأوكرانيا وغيرها، الحرب الموجودة وهي حرب إمبريالية من الدرجة الأولى. أنا قلت له القنصل تحدث عن الموقف السياسي الرسمي من للحكومة الروسية وللرئيس بوتين حول الحرب. في ملاحظتي له أنا قلت له بالبداية، أولا نحن كحزب لدينا ملاحظة انتقادية شديدة حول تصريح الرئيس بوتين عشية الحرب. فهو قال بأن الخطأ الأساسي بدأ عندما توجه لينين لبناء دولة أوكرانيا، لأن أوكرانيا لم تكن موجودة، والبلاشفة ولينين هم الذين بنوا أوكرانيا. فقلت لهم نحن لدينا ملاحظة انتقادية شديدة، أولا لأن الطبقة العاملة تحرر نفسها يجب أن تأمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها وبناء دولتها. فحسنا فعل لينين بأنه بنى أوكرانيا، وأيضا أعطى المجال لدول متعددة كان قسم منهم أعضاء في الأمم المتحدة ودخلوا في الاتحاد وهو الاتحاد السوفيتي. فالموقف الماركسي والموقف اللينيني للقضية القومية وحق الشعوب في تقرير مصيرها هو موقف واضح ويختلف عن موقف الملتي كلتور أو التعددية الثقافية الليبرالية، وأيضا حتى موقف الشعوب الديمقراطية المطروحة من قبل بيدا أو من قبل باكاكا. فنحن نرى بأن هذه القضية حق تقرير المصير أيضا أصبح مبدأ من مبادئ القانون الدولي. فإذا ليس صحيحا بأن الاشتراكية أو الفكر الشيوعي هو ضد الحقوق القومية. هاي من ناحية. من ناحية أخرى، نحن عندما نتحدث عن التجربة السوفيتية يجب أن ننظر إلى هذه التجربة بشكل انتقادي وليس دفاعا عن أخطاء هذه التجربة. وأيضا عندما نتحدث عن الاشتراكية ونتحدث عن الماركسية وعن اليسار، نحن نتحدث الآن في 2023 عن الماركسية واليسار والاشتراكية والشيوعية، ولا نتحدث عن هذا الوضع، عن هذه المفاهيم وكأننا في وضع كومون باريس على سبيل المثال أو ثورة أكتوبر. فالعالم يتغير والرأسمالية تجدد نفسها، وأيضا نحن كاشتراكيين ويساريين وماركسيين مطلوب أن نسترشد بالفكر الماركسي لإيجاد التفسير أو الإجابة على الأسئلة المعقدة المطروحة من قبل الحياة. ولكن الإجابة على هذه الأسئلة ليس أن نتعامل مع الواقع لكي نكيفه مع المقولات النظرية. إذا توجهنا لتكييف الواقع مع الفكر بمعنى معين، نحن ندخل في متاهات الجمود العقائدي. فإذا هذا الواقع يتغير، وعلينا أن ندرس هذا الواقع المتغير والتطورات الجارية في العالم. قبل سنتين كان لدي لقاء ورسالة إلى الأحزاب الشيوعية العالمية في إحدى اللقاءات، وكان اللقاء حضر فيه أكثر من 90 حزب شيوعي. تحدثت عن مهمتين. الأحزاب الشيوعية لديها مهمات وطنية، هذه المهمات الوطنية هي مهمات داخلية، ولكن أيضا لديها مهمات أممية على صعيد الحركة ككل. فمثلا من ضمن المهام الوطنية التي نواجهها نحن في الحزب الشيوعي الكردستاني قضية الحقوق الوطنية العادلة للشعب الكردستاني، وقضية حق تقرير المصير، وقضية الدولة الوطنية. فهل الحزب الشيوعي الفرنسي
لديه مهمة حول تأسيس دولة فرنسا أو حق تقرير الوصف. طبعا ليس لديه مهمة هذه المهمة. فإذا تختلف المهام الوطنية، ولكن هناك أيضا مهام أممية. هل المهام الأممية في الوقت الحاضر هو نفس المهام الأممية قبل 50 سنة؟ طبعا لا. فإذا إذا تحدثنا اليوم حول مهام أممية، يجب أن نتحدث عن مواجهة الفقر في العالم، يجب أن نتحدث عن العولمة المتوحشة، يجب أن نتحدث عن قضية السكان، البيئة، التصحر، عن قضية الانهيار الأنظمة الصحية بعد كوفيد 19 وغيرها من هذا الأمور. فإذا التجربة الاشتراكية ليست بعيدة عن الانتقاد، يجب أن ننتقد كافة التجارب، ويجب أن نستفاد من كل هذه التجارب بسلبياتها وإيجابياتها. وأيضا يجب أن نتحدث عن ماركسية تتعلق وتنسجم مع الواقع الوطني والاجتماعي. في هذا الظروف دائما نؤكد على قضية معينة. نحن الآن في الحزب الشيوعي الكردستاني من وجهة نظر اشتراكية أو يسارية أو ماركسية ندرس التناقضات الموجودة في هذا الواقع الموجود، وأيضا ندخل في الصراعات الوطنية والطبقية الموجودة. ولكن هذا لا يعني الآن في كردستان نحن نبني الاشتراكية، لأن الاشتراكية بحاجة إلى مستلزمات. فهناك اختلاف بأنه ننظر من وجهة نظر اشتراكية إلى الصراعات الموجودة وبين بناء الاشتراكية. إذا من هذه وجهة النظر الاشتراكية أو الماركسية أو اليسارية نحن نتعامل مع الواقع المتغير داخليا وأمميا. صدقت دكتور، سؤالي الأخير يعني في ظل السقوط ما يسمى بالربيع العربي اللي صار خريف على الشعوب والأنظمة الدكتاتورية ازدادت قمعا ودكتاتورية، برأيك الكرد كيف يجب أن يستفيدوا منها، وخاصة في إقليم كردستان سوريا يعني؟ نعم. بشكل عام وليس فقط في روجاوا، بشكل عام أنا أقول بأن هناك ربيع كردستاني. هذا الربيع الكردستاني هو ليس فقط في الربيع، هو ربيع في كافة الفصول بمعنى معين. ففي روجالات هناك انتفاضة، وفي باكور هناك نضال جماهيري، وفي روجاوا أيضا هناك نضال، وأيضا في باشور هناك نضال. فإذا نحن في ظروف متغيرة ومختلفة ومتباينة، ولكن أيضا هناك مشتركات. ندخل في ساحات نضال مختلفة، ولكن في كافة المواسم ليس فقط في الربيع. هذا أولا. ثانيا، ما يتعلق بالربيع العربي يجب أن ننظر إلى القوى المشاركة أو القوى المحركة لقضية الربيع العربي. فمثلا إذا عملنا مقارنة بين الربيع العربي وما يحدث أيضا في روجاوات مثلا، أو ما يتحدث ما يمكن أن نقول له الربيع المستمر مثلا، وأتحدث عن الربيع كربيع نضالي يعني، ما يتعلق في روجاوات مثلا. هناك وضوح مثلا في إيران وفي روجاوات. الربيع العربي هناك قوى متأسلمة سياسيا، كانت قوى محركة في الربيع العربي. صحيح بأن الربيع العربي كان ضد الاستبداد، ولكن لم تنجز قضية مواجهة الاستبداد. أتت بقوى أخرى لم يكن لديها بديل ديمقراطي، بديل يساري، بديل مدني. في حين مثلا في إيران هناك وضوح بأن المواجهة مع القوى المتأسلمة، مع قوى الإسلام السياسي. فإذا أنا باعتقادي نحن في كردستان في ربيع النضالي دائم، وهذا الربيع النضالي الدائم يعني الاستمرار في النضال.
ولكن هل هذا النضال بعيد عن الانتقادات أو الملاحظات؟ لا، طبعا ليس بعيدا عن الانتقادات والملاحظات. فنحن لا ندخل إلى النضال ولا نمارس النضال في مختبرات علمية للكيمياء والفيزياء. نحن نخوض النضال، وكافة أطراف الحركة تخوض النضال في ظل أوضاع مجتمعية صعبة، وفي ظل توازنات دولية وإقليمية، وفي ظل وجود قوى طبقية متعددة. يجب أن نأخذ كل هذه الأمور، ولكن يجب أن يكون هناك الهدف بالنسبة لنا واضح. الهدف الأساسي يجب أن يكون التأكيد على الحرية والاستقلال وتحرر الشعوب، تحرر المرأة، احترام حقوق الإنسان، بناء الديمقراطية، التوجه نحو المؤسسات. يجب أن يكون هذه التوجهات واضحة حتى نقلل من العراقيل والصعوبات التي تواجهنا. أشكرك دكتور كاوا. دكتور، السؤال الأخير ليس بسؤال، أنه إذا كنت تتمنى أن أسألك سؤالا ولم أسأله، أو كلمة أخيرة توجهها للشعب الكردستاني عامة. أولا الشكر الجزيل لكم وللقناة، والشكر الجزيل لكافة الأصدقاء الحاضرين والذين بعثوا برسالات صداقية. ليس لدي مجال أجاوب لأنه أنا أحاور، فشكرا لك وشكرا لصديقنا الإعلامي في ألمانيا الأستاذ عبد الباقي أعتقد، وأيضا شكرا لكافة الحاضرين. أشكرك دكتور. أتمنى أن تبقى معي إذا هلأ سنودع، ولكن تحت بالاستوديو سنحكي 5 دقائق. جزيل الشكر لك دكتور، جزيل الشكر لكم. أهلا وسهلا. وكل الشكر لمشاهدي بيف تي في، وانتظرونا في لقاء آخر، ودمتم برعاية الله.